السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتي. اليوم إن شاء الله باش تكون ريسيت نحبوها توانسة برشا. ريسيت سريعة وبنينة، مقرونة بالتن والزيتون والكبار. مكوناتها بنينة نشوفوها مع بعضنا. استعملت طماطم حكوك، طماطم كعب، زيتون، تن، شوية بصل وثوم، كبار، زيت، لهنا تابل وفلفل أحمر وكركم تخلطولي مع بعضهم. رند وفلفل وشوية حبق وروس وفلفل أكحل والملح. باش نبدا نقلي البصل. انا العاده ما نستعملش البصل في المقرونه، اما في المقرونه بالتن يبنن اكثر نحسو الصوص. نقلي البصل ومن بعد باش نزيد الطماطم الكعب، زدت الحبق والهروس والفلفل الاكحل، شويه ريسة عربي وخلطتهم مع الطماطم. ومن بعد باش نزيد الثوم، مش كميه كبيره دوب ليش يعني جوست هكا للتقليه من الاول. ومن بعد نزيد الطماطم الحكوك. طماطم الحكوك استعمل تقريبا 3 مغارف كبار. والطماطم الكعب انا مستعمله كعبتين خاطر عندي زوز برك. صمتهم وقشرتهم ورحيتهم باش ما تجيش القشور. المقرونه نحسها قد ما تبدا فيها طماطم الكعب تبدا أبن، خاصة مع التن والزيتون وكل تجي بنينة برشا. نقلب بالكدا الطماطم ومن بعد باش نزيد الفحط الاخرين، التابل، فلفل الاحمر، الكركم. انا نستعمل تابل بالكدا في المكرونه. نخلطه، نخليها تزيد تتقلب. انا من الاول التقليه نخليها على نار هاديه، نحس المطعم يخرج اكثر والطماطم تتنحى القوسيه نتاعها. ومن بعد هكا كي نحب نسرع في التطيب نعدي مرحله التقليه ومن بعد نقوي في النار. ومن يبدا ديجا حطيت المقرونه تتصمت وفي يا مزور يعني. بعد ما قليت الطماطم بالك باش نزيد الثوم. ثم اللي يخليو الثوم للاخر يحسوه يعطي مطعم هكاكا بنين، ثم اللي يقسمو شطر بشطر. انا نحب نحطو من الاول خاطر نحسو في الاخر كي يقعد صحيح مطعمه يبدا بارز وبنين، اما انا نحسو قوي شويه يعني ما نحبوش ياسر في المقرونه هكاكا. ماذا بيا اذا بدا طايب من الاول خير. ومنه يبنن الصوص. زدت كميه ماء سخون للصوص وخليتها تطيب. كي بديت تنقص وزيتها بدا يطلع عليها، بدات تقف على زيتها، زدت الرند وزدت المكونات الاخرين، التن والزيتون والكبار. ومن بعد نخليها تكمل طيب باش تاخذ القوة متاع المكونات هذيك. ونذوقها على الملح خاطر انا الملح ما حطيتش من الاول، كيما نعرفوا كل التن والزيتون والكبار كلهم مالحين بالكدا. بعد ما نحطهم نعاود نذوقها. اما الصوص باش نخليها جارية شوية، باش بعد نخلي المقرونة ناقصة طيب ونخلطها كلها مع بعضها. نخلي الصوص تزيد تاخد غلوة ومن بعد نرمي فيها الفلفل. نخليه شوية ومن بعد نطفي عليها. صمت لهنا بلومة، خليتها ناقصة طياب. من بعد شو نصب عليها الصوص كما تشوفوا جارية باش تكمل البات طيب بالكدا. تشرب أكثر الصوص وتتبنن بها أكثر. نصب الصوص اللي عنا الكل ونخلطه. قد ما تبدا ثم صوص أكثر أكيد تبدا أبن. نحركوها بالكدا ونخليوها على نار هادية لين تشرب الصوص نتاعها. وهكاك تكون حاضرة عنا سهلة بنينة. هذه المقرونة حاضرة سيء. ان شاء الله جربوها وان شاء الله تعجبكم ونتلقاو ان شاء الله في فيديو جديد وبسلامة.